اهلا بيكم في فيديو جديد ومعلومه زراعيه جديده. لو قلت لك ان في نبات بيعيش على حساب نبات تاني يستغل جذوره وياخد منه الميه والغذاء اللي هو تعب فيهم، اكيد هتقول ازاي ده هيحصل. خلينا اشرح لك. في التربه في بذور صغيره جدا اسمها بذور الهالوك. البذور دي بتفضل ساكنه فتره طويله لحد ما يوصل لها اشارات كيميائيه من نبات الفول القريب منها. ساعتها تبدا تنبت وتطلع خيط رفيع في نهايتها جزء اسمه المصاص. الخيط ده بيتجه ناحيه جذور الفول، ولما يوصل يخترقها بهدوء لحد ما يوصل للانابيب اللي بتنقل الميه والغذاء. ومن اللحظه دي تبتدي القصه. نبات الهالوك بيبدا يسحب الميه والعناصر الغذائيه اللي الفول محتاجها، وبكده يقل نمو الفول ويبدا يضعف يوم ورا التاني. ومع الوقت يبدا الهالوك يكون جسم صغير حوالين الجذر. الجسم ده بيكبر تدريجيا، ولما يوصل حجمه حوالي سمك 2 سم يبدا يكون مصاصات تانية كتير تمسك في الجذور من اكتر من ناحيه، وده اللي بيخليه يسحب كميات اكبر من الغذاء. اللي بيحصل ده كله بيكون تحت الارض من غير ما الفلاح يشوف اي علامات فوق التربه. يعني لما يلاحظ الهالوك بيكون الضرر الحقيقي حصل خلاص. بعد فتره الهالوك بيوجه كل الغذاء اللي جمعه للجسم الكروي ده، فيبدا يستطيل واحده واحده لحد ما يتحول لشمراخ لونه ذهبي. الشمراخ ده بيطلع فوق سطح التربه ويفتح ازهار بسرعه ويتلقح بسرعه، ويكون كميات ضخمة من البذور ممكن تصل لأكتر من 500,000 بذرة من نبات واحد بس. الناس تفتكر ان الهالوك لما يطلع فوق الارض بيبدأ حياته، لكن في الحقيقة انه في اللحظة دي بيكون وصل لنهايتها، لان مرحلة الضرر كلها بتحصل قبل ما يبان فوق سطح التربة. وعلشان كده مكافحة الهالوك مش بتبدأ لما نشوفه، بتبدأ من بدري جدا، من اول ما البذور تنبت وتتصل بجذور الفول، لان دي اضعف مرحلة في حياتها، واي مبيد بيمشي جوه النبات في الوقت ده يقدر يقضي عليها. وكل ده ولسه في ناس مش واخدة بالها ان الخطر الحقيقي مش بيجي من فوق الارض، ده بيبدأ من تحتها، من مكان محدش يتخيله. الهالوك مش نبات عادي، ده مثال حقيقي على ازاي كائن نباتي بسيط ممكن يدمر محصول كامل لو ما تمش التعامل معاه صح. بس السؤال هنا، هل في طريقة فعالة نقدر نوقف بيها الكارثة دي؟ استنونا في الجزء اللي جاي، هتعرفوا فيها ازاي نواجه الهالوك ونتخلص منه نهائيا.